رجعت أطبخ قبل 10 سنين ببيت لحم، واليوم بتشرف إنه بطبخ فلسطيني بكل أنحاء العالم اللي بصح لي فرصة فيها مشان أشارك العالم بهذا المطبخ وهي الأرض الفلسطينية ونكهات فلسطين. أنا فادي قطان، طاهي فلسطيني من بيت لحم، عايش ببيت لحم، وبطبخ بمطعم بلندن ومطعم بتورونتو كندا، وكتبت كتاب على الطهي الفلسطيني اسمه بيت لحم. أنا بديت أطبخ زي كتير ناس بمطبخ ستي، تعلمت الأكل بمطبخ ستي وبمطبخ أمي، ما زلت اليوم أنا كل يوم بتصل على الوالدة بسألها على وصفة، بسألها على شيء، مشان احنا مطبخنا بالذات المطبخ الفلسطيني هو مطبخ أسري. المطبخ انت من جيل لجيل بالبيت بتورث الطرق الوصفات، وكل بيت له نكهة وطريقة شغل معينة. بعدها بسنين درست طهي بفرنسا، اشتغلت فترة صغيرة بالموضوع، رجعت على فلسطين، صارت الانتفاضة الثانية وكنت اشتغل بفندق بيت لحم تسكر، ضليت بالبلد، اشتغلت بمجالات تانية لحد قبل بالضبط 11 سنة رجعت فتحت مطعم ببيت لحم اللي هو مطعم فوضى. الوصفات اللي بسويها بحاول ادمج فيها المنتوج المحلي، بس ما بتنازل على نكهات فلسطين. يعني زيت زيتون، زعتر، سماك، مفتول، فريكة، طحنية سمراء، كل هذا أنا باخده معي من فلسطين. حوالي 3 سنوات بديت أكتب كتاب اسمه بيت لحم، وكان هدف الكتاب سواء ببيت لحم بالمطعم أو ببريطانيا بالمطعم بيعقوب، أو لما أطبخ محلات تانية ناس تسألني طب هاي بيت لحم اللي أنت بتحكي عليها إحنا ما شفناها، بيت لحم اللي هي بيت لحم السوق، بيت لحم الروايات كمان. ولما بديت أكتب الكتاب كنت عم بتخيل إذا أنا جيت لشخص سألني هذا السؤال وأخذته من إيده قلت له تعال معي شوف بيت لحم تبعتي، مش بيت لحم السياحية أو مش بيت لحم الدينية، بيت لحم تبعتي، بيت لحم اللي هي أول السوق موجودة خالتي ام نبيل صار لها 45 سنة بتبيع أعشاب بدخلة السوق، تعال شوف ولاد مبتشة اللحامين اللي صار لهم 3 أجيال بنص بيت لحم. احنا أقدم شعب زرع عنب بالعالم بريحة 11,000 سنة قبل اليوم. أقدم شعب سوى نبيذ الفلسطيني كان يصدر من ميناء غزة إلى العالم. لما اليوم تسمع رواية الاحتلال إنه هم زرعوا العنب، يا جماعة ما هي الكتب بتحكي، هي الأبحاث موجودة. مهم إحنا نتذكر إنه لما الناس تسألني طب زيت زيتون من وين أجيبه، بشجعهم يشتروا زيت زيتون فلسطيني، مشان كل قنينة زيت زيتون تنباع أي محل بالعالم هي بتساهم لوجود مزارع فلسطيني على أرضه برغم الوضع المأساوي اللي احنا عايشينه اليوم.